عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بكم مرة أخرى باش نعملوا مع بعضنا طاجين الورقة اليوم. هذه رسالة كنت سبق وعملتها قبل، عجبتكم برشا. باش نخدم الطاجين هذا بطريقة مغايرة. بالنسبة للمقادير متاع العجينة هما بيدهم 300 جرام متاع فرينة، عندي 120 مليلتر متاع حليب دافي، بين 100 و 120 جرام متاع زبدة ذوبوها، عندي 6 جرامات متاع ملح و4 جرامات متاع خميرة حلويات والا لوفير شيميك. في مرحلة أولى نغربلو الفرينة، نزيدو عليها الملح والخميرة متاع الجاتو، نخلطوهم على الشايح، ومن بعد باش نبسو الفرينة والا الخليط هذايا بالزبدة. دونك الزبدة نصبوها دافية، نخدمو بطراف أسوابع، ومن بعد ندخلو الزبدة هذيا بكفوف يدينا في الفرينة قبل ما نلمو العجينة متاعنا بالحليب الدافي. في مرحلة أولى عملت 100 ملي حليب، لقيت العجينة ما زالت تستحق، وليت كملت البارتي الثانية واللي هي يمكن 20 مليلتر مش أكثر. دو توت لي فاسون نتوما تصبوا 100 مليلتر وتشوفوا العجينة تشرب. وردوا بالكم منها، خاطر في مرحلة أولى تظهر لكم مرخوفة، لكن من بعد راهي باش تشرب. هذاك علاش أنا كملت 120 ملي الكل. وفي العادة هذوكم هما المقادير تعتبر مضبوطة. بعد ما نلم العجينة متاعي بالحليب باش نخدمها على بلون دو ترافاي حكاية 4-5 دقائق، ونحاولوا نعطيوها شوية ملمس يكون أرطب. كيف ما تراو لهنا زدت الكمية المتبقية متاع الحليب باش تبدأ تتلصق، لكن من بعد راهي باش تشرب وما تخافوش منها. حاجة معناتها تجيكم مريقلة وبارفيت. دونك باش نلف العجينة هذه بعد ما نخدمها على البلون دو ترافاي في بابي سيلوفان، يلزمها ترتاح على الأقل نص ساعة. دو توت لي فاسون حضروها قبل ما تبداو تحضروا في الفارس متاع الطاجين. الطاجين هذايا خدمته كيف ما قلت بسلطة المشوية في شكل طاجين عادي، لكن المرة هذيا باش نخدمه في شكل بقلاوة مالحة وباش نستعمل أقل عظم. دونك لهنا خدمتها حكاية 4 دقائق على البلون دو ترافاي، وباش نلفها ونحاولوا نغطيوها باش ما تشيحش، ويلزمها بابي سيلوفان، ويا حبذا تزيدوا منديلة فوقها. بالنسبة للحشو باش نعملو بالدجاج، خذيت 550 جرام متاع اسكالوب دو بولي، غسلتهم مليح بالخل وشللتهم. عندي بصلة مقصوصة وتكون متوسطة، 80 جرام جبن جريير رحيته وحدي جويد على الاخر، العظم 3 عظمات مسموطين كيف كيف رابي فينمون، 60 جرام متاع زيتون دينوايوتي والا بلا شقلوب، وعندي من هنا 30 جرام متاع اك جبن الغنمي المالح، 2 قرون فلفل يكونوا مشويين ومقصوصين اون بتي دي جويدين كيف كيف، الزيتون باش يبنن الطاجين، الفلفل كيف كيف ويزيدوا يعطيوه منظر. في الطنجرة لهنا حطيت حكاية 4 مغارف زيت، سخنتهم، قليت البصلة وباش نخلط عليها بالاسكالوب دو بولي. نحب لهنا انه في مرحلة اولى نقلي الدجاج باش ياخو من مطعم البصل. الملح نردوا بالنا اذا كان الجبونات اللي باش تستعملوها مالحة، انا راو جاني معدل. بعد ما قليت البصل والدجاج شوية حطيت الملح، حطيت مغرفتين صغار معبين بالكركم. الكركم متاعي راو اصفر اكثر من اللي يتباع، لكن انا متعمد باش الطاجين والا الدجاج ما يجيش منظره مستبيض، دونك حبيت لهنا يكون اصفر اكثر من العاده. معاه نص مغرفه صغيره نتاع فلفل اكحل. غميت هذايا الكل بالماء وباش نخلي الدجاج يطيب مده 10-15 دقيقه حتىش للي يقف على الزيت متاعو. نحاولوا كيف كيف نخليو فيه شويه ماء باش الدجاج ما يجيش ناشف في وسط الطاجين. دونك بعد ما يطيب الدجاج هذايا تبردوه كوم يلفو والا كومبليتمون وترحيوه. لهنا قصيت كل شيء جويد وباش نرحيه وباش نرحي الدجاج باش كي نقصوا الطاجين يجينا مرتوب، وكيف ما قلت على شكل بقلاوة مالحة. دونك لهنا الدجاج طاب باش نخليه دو كوتي يرتاح، لكن راني معناتها رحيته وهو مازال دافي. هذايا التختوخ متاعي. دونك باش نرحيه نحاولوا لهنا نرحيوه فينمون، وردوا بالكم تتحصلوا على عجينة والا ترحيوه حتى للي تولي عجينة. دونك لهنا شوية شوية نحبوه جويد، لكن مش عجينة.
باش الدجاج هذايا يزيد معناتها يولي بنين لهنا، رحيت معاه الزيتون. نعرفوا انه الخليط بين الزيتون والدجاج حاجة تجيب بنينة برشا. الزيتون خليته خشين شوية كومام كومباري مع الدجاج باش نحضر الحشو ونخليه كان على زيادة العظم هذيك، نخليوها كآخر مرحلة في وسط الطاجين باش نزيدوا لهنا الجبن والعظم المصموط والفلفل الأحمر. الفلفل الأحمر مشوي، تنجموا تستعملوا زوز قرون متاع فلفل الأحمر بليتو متاع فلفل الأخضر. أنا حبيته أحمر لهنا، للي متوفر ينجم يستعملوا، يعطي منظر مزيان. وراو الفلفل المشوي مهما كان نوع الطاجين اللي تخدموه يبان لكم الطاجين متاعكم. هذه العجينة بعد ما ارتاحت باش نقسمها على زوز. البارتي الكبيرة اللي هي دوتيير باش نعملها قاعدة للطاجين، والبارتي الفوقانية هذيك باش نخليها ترتاح وباش نحلها من بعد. دونك نقسموا ثلثين نحطوهم في القاعدة وثلث نخليوه الوجه الطاجين. نحلوا البات متاعنا مش خشينة ومش جويدة برشا، ونعطيوها شكل القالب والا البلاتو اللي باش تطيبوا فيه. انا لهنا ما حليتها على بابي كويسون بدون اي اضافات، لا تحطوا فارينة لا حتى شيء. دونك باش نستعمل الكادر هذا اللي هو 20 على 20، وراي كمية العجينة جاتني قد. بعد ما حليت العجينة متاعي وتأكدت من لي ديمونسيون والا من معناتها من القياسات متاعها، لفيتها على الرولو وحطيتها في وسط البلاتو باش ندخلها. اذا كان ريتو بارتي ظريفة هكايا فيها ديفو تحاولوا ترقعوه باش الحشو ما يخرجش عالطياب. لهنا باش نلصق العجينة متاعي وما نخليش دي بولدير والا فقاعات متاع هواء، نلصقوها مليح في الكادر ونهبطوها في الليكوان كوم يلفو. من بعد اك الزايد متاع العجينة هذاك الفوقاني باش نقصه بالرولو ونزيدوا الثلث المتبقي اللي باش نخدموا به وجه الطاجين. العجينة راهي قد بريس، دونك هذوما لي شوت باش نزيدهم الثلث اللي قاعد يرتاح. ومن بعد باش نحل العجينة الثانية. الكادر متاعي بعد ما حليته وريقلت له اموره باش نخليه كيف ما هو. قبل هذا باش نحطه في وسط البلاتو اللي باش يمشي للفور، وباش نمشي نحل العجينة اللي باش تجي من فوق. كيف ما تشوفوا نحاولوا نتأكدوا من القياسات باش هكاكا تجينا قد وما تجيناش اصغر من الكادر والا من البيركس اللي باش تخدموا فيه. العجينة هذه نغطيها ونخليها دو كوتي. باش نرجع للفارس، خذيت 3 كعبات عظم وحطيت عليهم شوية فلفل اكحل باش نركضهم وباش نلم بهم الخليط متاعي. باش نستعمل كيف اون بواط متاع كريم فريش ايبيس والا كريمة طازجة عاقدة 150 مليلتر. حبيت نزيد نبنو بالكريم فريش، يبقى الحشو اختياري. اما جربوا الخلطة هذية وتفكروني ياسر جابنين. حتى مطعم الدجاج ماهوش ظاهر، ديسكري على الاخر وبنين ما نحكي لكمش. الزيتون اعطاه بنا، الفلفل المشوي كيف. في مرحلة اولى حطيت شطر الحكة، من بعد قلت في عود باش نزيد العظم بار نكمل الحكة الكل ومني نتخلص منها ما يقعد لي فيها حتى شيء. دونك هذايا على شنو نتحصلوا. البلاتو متاعي اللي باش يمشي للفور دخلته تحت الكادر هو والبابي كويسون، وباش نحاول نتالي الميلونج متاعي بطريقة متساوية باش ما يجيش طاجين عالي من شيرة وواطي من شيرة اخرى. باش نخدم لهنا بالسباتول ونحاول نسمحه لماكسيموم قبل ما نغطيه بالبارتي الثانية متاع العجينة ونلصق الزوز عجينات في بعضهم وندخلوا يطيب. خذالي 55 دقيقة في الفور. دونك لهنا باش نكمل نيتالي قلت خذا 55 دقيقة في الفور. حبيتوا يجي فاتح، انتوما تنجموا تحمروا العجينة اكثر من هكاكا. دونك كيف ما تراو لهنا باش نلصق العجينة في العجينة. تنجموا تحطوا شوية ماء على الكونتور متاع العجينة الأولانية. أنا لهنا تعاملت معها ولصقتها، نزلت شوية ولصقتها عادي. تحاولوا لهنا تقصوا الطاجين متاعكم بعد ما يبرد تماما. تنجموا تخليوه 4 5 6 سوايع باش من بعد كي تقصوا يجيكم مرتوب. أنا الحقيقة قصيته وهو دافي،
دونك لهنا نحيت الزيت نتاع العجينه، ما نخليوش الحرف خشين ونحطوه في وسط الفور. طيبته على نار معناتها ضعيفه نسبيا 165 درجه. وكيف ما قلت راهو ما حبيتوش يجي احمر برشا، او ميم طون يجينا طايب وبنين. قبل ما نحطوه في الفور باش نعملو اون دورير، خذيت فص نتاع عظمه وحطيت عليه برشا حليب، 6 مغارف حليب كبار، باش ما يجيش باش هكا العظم الاصفر ما يتيبش. دونك يلزمنا نحطو برشا حليب باش تجينا دورير على خفيف ديزون. وهذايا هو. من بعد ما برد شويه قصيته، نستعملوا سكينه ماضيه نجرحوا جرحان وما نغفصوش الطاجين. دونك نهبطوا عليه فرد هبطه كيف ما تشوفوا القصار لهنا باش نقعد نسايس فيه. ما ننساوش اللي كومام الزيتون قعد خشين. دونك لهنا نحاولوا نعملوا ديكوب تكون مرتوبه على الاخر، باش نحيو في مرحله اولى الكونتور نتاع والا الاحراف نتاع الطاجين، ومن بعد نقصوا دي ريكتونغل والا دي معناتها دي لوزونج كيف ما تحبوا تقصوه، مربع مستطيل. لهنا ذقتوا لقيتوا حاجه بنينه ياسر. مطعم الدجاج ديسكري على الاخر، الزيتون وكل كريم فريش بنوه، الفلفل المشوي كيف كيف. بالحق حاجه تستاهل انكم تجربوها. لهنا عندي لوحه تنجموا تستعملوا مسطره تقصوا العرض اللي تحبوا عليه، وزينت بالزيتون كيف ما تراو على اليسار. حاجة بالحق تعمل 66 كيف. وننصحكم تخليوه يبرد باش القصة تجيكم نظيفة. انا لهنا راو قصيته بالحق وهو مازال دافي، حبيت نكمل الفيديو. حاجة بالحق تصلح حتى للمناسبات. ان شاء الله تكون عجبتكم، ونقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.